حلم طال انتظار. هي دي هادي راه بنادم يبقى يشوفك، وهادي جزائرية 100%. قوة صناعية إقليمية قادرة على تحويل حاجة جميلة، حتى الكراسي عاملة ازاي، شغل أساس عالمي. فرنسا أو سبليون أو يعني واخا هو داك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الترندوية، أهلا بكم يا غاليين، فيديو من قناتكم قناة الترندوية. معاكم إبراهيم البيج بوست بتاع الترندوي. فخر الصناعة الوطنية رسميا يا جماعة، أول سيارة جزائرية كهربائية 2026. دي مش هنقول نقلة صناعية، ده هنقول معجزة صناعية. ليه يا ترنداوي؟ إيلون ماسك اللي هو أغنى رجل في العالم، عقبالك كده يا ترنداوي، إيلون ماسك عنده شركة اسمها تسلا وشركة اسمها سبيس إكس. سبيس إكس بتاعت الصواريخ. طيب نيجي بقى شركة تسلا. تسلا هي الشركة رقم 1 عالميا في إنتاج السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية شغالة بالبطاريات بالظبط زي التليفونات. يعني انت مش بتجيب بنزين او بتفولها، مفيش الكلام ده. في بطاريات اللي فيها بتخلص، الرصيد بيخلص، بتشحنها تاني. بطاريات كهربائية. الحاجة دي موجودة حاليا، بس يعني مش هقولك بملايين، غالية جدا. انك تجيب سيارة كهربائية غالية جدا جدا. طبعا موفرة للطاقة، مش بتلوث الهواء، مش بتعمل عوادم مسيرات ثاني اكسيد الكربون. فالموضوع صعب ومكلف جدا جدا جدا. كون بقى ان الجزائر تكون صنعت اول سيارة جزائرية كهربائية، دي حاجة الصراحة. هو مكتوب اصلا في الفيديو 2026، مش عارف بقى لسه هيتم انتاجها بالفعل. وفينا كمان سؤال مهم جدا، لو تم انتاجها هل بايدي جزائرية خالصة ولا برضه زي الاسلحة الجزائرية كان بمساعدة خارجية؟ ترنداوي خلينا نشوف التفاصيل كاملة. فيديو بعنوان شاهد فخر الصناعة الوطنية الجزائرية، أول سيارة جزائرية كهربائية 2026. ترنداوي بسرعة صلى على النبي محمد. تاني حاجة، هذا الفيديو ادعموا باللايك والشير. ترنداوي شير في كل مكان، واتس وانستجرام، صلى على النبي محمد. يلا بينا نشوف ايه حكاية صناعة هذه السيارة الكهربائية. لو حصلت يبقى الجزائر بحثت بقى. انا كده بحثت، معلش. صلى على النبي محمد. ترنداوي ادعموا باللايك والشير. يلا بينا. السلام عليكم الاخوان، رجعنا بواحد الفيديو جديد. اليوم غنجيو نطرقوا المراره ديال شي ناس، دوك صحاب الفتنه غنطرق لهم المراره. غادي تشوفوا السياره الجزائريه 100% اللي خرجت من الصنع سوناكو وسوناكوم، ويعني 100% جزائريه. وغادي تشوفوا الديزاين ديالها اللي لي سوسيتي فرنساويين هي والمانيين مش سوناكو، دي شركة إيطالية تقريبا. واش لا مقاومه. التانية كانت سوناتروك. صح. انا وغادي تشوفوا السياره الجزائريه 100%. سي بارتي. لترسيخ سيادتها الميكانيكية تستعين الجزائر بخبرة كبرى علامة السيارات العالمية. دوك الناس اللي مضاربين على الطوبيسات، الناس راه كيصنعوا السيارات، كيصنعوا 100%. وتحشد مهندسيها من الجالية. الهدف تحقيق المشاريع الصناعية للسيارات المعلن عنها، وفي نفس الوقت تمهيد الطريق لتجربة فريدة لسيارات جزائرية 100%، والتي قد تولد تحت اسم سوناكوم الأسطوري كما أعلن بعض الخبراء. لعقود راودت الجزائريين فكرة رؤية وسوناكوم وقيلا هي الشركه اللي كدير لي بوس، اللي غادي دير وقيلا لي بوس الجزائريين اللي داير عليهم هاد الضجه حاليا. وقيلا هي اللي غادي دير لا ليفريزون ديال لي بوس في توت لالجيري، حيت كنعرفوا بلي الجزائر والرئيس تبون ما باغيش يستورد، يعني باغي يخلق، يعني يصنع كل شيء جزائري 100%. دونك جو بونس بلي سوناكوم هي اللي غادي تصاوب وقيلا هاد يعني كل شيء، يعني من السيارات ولي بوس. وش بونس بلي كتصنع بزاف ديال الحوايج الاخرين. جو بونس واقيلا عسكريه وقيلا، جو بونس مي شركه كبيره في الجزائر. سيارات وطنية تصمم وتصنع محليا، حلم طال انتظار. هي دي واو، راسي حبس. تشوف السياره من الداخل، شوف طابلو دو بور، وشوف الله يبارك. واو 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 واو، ترى مرسيدس والله. الا داروا لها الطابلو دو بور ديال المرسيدس كلاس الاخر هذيك، والله احسن من كلشي تاكتيل. واو. لكنه يعود الآن إلى الواجهة على لسان خبراء في هذا المجال تحت اسم سوناكوم، رمز العصر الذهبي لصناعة الميكانيكية الجزائرية التي جوبونس باللي غادي تخرج 2026 يعني في السوق الجزائري.
تصنع سابقا المركبات الثقيلة للسوق الاحترافية، لكنها لم تصنع أبدا لعامة الناس بالمركبات الخفيفة، مع استراتيجية صناعية جديدة تركز على السيادة والابتكار. وهذه باينه غتلقى اقبال في العالم. هذه الا كان عندها واحد الثمن اللي هو مناسب، راه تقدر تلقى الاقبال في الكره الارضيه كامله. الشناوه في اي بلاصه سورتو في لافريك كيشريوها، خاص غير تكون الثمن مناسب. الجزائر أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هذا الطموح. الرؤية التي تحملها الدولة واضحة: بناء قطاع سيارات وطني لا يقتصر على التجميع، بل يعتمد على الخبرة المحلية ومهارات الجالية الجزائرية. ولهذا أطلقت وزارة الصناعة حملة وطنية لإنشاء مجلس خبراء يجمع المهندسين المتخصصين الجزائريين العاملين في أكبر مجموعة. الماتريكول ديال في 2026، يعني هذه السيارة غتخرج في 2026 في الأسواق. الطيارات العالمية. الهدف هذا جوبونس سي ان موديل باش بنادم يشوف، وجوبونس باللي لي ليفريزون غادي يبداو عن قريب. سيارة كهربائية استراتيجي قادرين على ترسيخ مكانة الجزائر على الخارطة الصناعية العالمية بشكل دائم. واش الناس كيخدموا بالصمت، كيضربوا غير من التحت وكيخرجوا حوايج بحال ما هذا، وبنادم مصدع لينا راسنا بالطوبيسات. اش بنادم كيصنع طوموبيلات 100% جزائريه بلي بياس بكلشي ليهم، وواحد مصدع لينا راسنا بالطوبيسات. وفقا لبعض الخبراء فإن النهج المختار عملي كصميم نموذج أولي يمكن تسميته سوناكوم واحد بهيكل وتصميم محلي. هو يعني الاسم في حد ذاته بيخلينا شك، يعني هو في سوناتراك على نفس الوزن ودي إيطالية، فسوناكوم مش عارف هي صناعة جزائرية محلية مليون في المية ولا برضو في دولة خارجية مساعدة الجزائر بالكامل، ولكنه مجهز مؤقتا. سميتها جزائرية. اللوغو واش هذا واقيلا هو اللوغو ديال الطوموبيل اس جزائرية والله الا سميتها وقيلا هذا هو الاسم ديال الطوموبيل. وقيلا محرك مستورد. ستكون هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة أكثر طموحا: تطوير محرك وطني بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث، مما أدى إلى ظهور سوناكوم 2 رمزا حقيقيا للاستقلال الميكانيكي الجزائري. يرى الخبير هادو يعني المهندسين من الديار يعني الجالية، وهما اللي صنعوا هاد الطوموبيل، ولكن بجنسية جزائرية ماشي أوروبية، من جزائريين، يعني داروا الهندسة ديالهم قراو في أوروبا وجاو وخدموا سيارة في الجزائر 100% جزائرية. دونك مهندسين. محمد قاحش المقيم في الولايات المتحدة أن هذه الاستراتيجية التدريجية تذكرنا بتجارب الهند وأستراليا. بدأت هذه الدول بإنتاج هياكلها محليا بالاعتماد على محركات أجنبية بحال بي ام، بحال واعرة، قبل أن تتخذ خطوة الإنتاج المحلي للمحركات. والداخل ديالها الخوت ضربوا لي على الداخل كيفاش داير اكيد، ولا هذه ما غاتكونش رخيصه، هذه سي نورمال، هذه سي اون فواتور دو لوكس، هذه غادي تكون سي اون فواتور دو كاليتي، خاصك تحط عليها الفلوس الدراهم، ما غاديش تشريها بثمن اللي مناسب. سي با اون مارك موان شير، غتلقى الجلد لي كوسان ديال الكوير، غتلقى يعني سي نورمال هذه تنافس البي ام والمرسيدس. يعني ملي كتشوف راه خويا راه سي لا كاليتي، يعني الان بري. يؤكد قحش مقتنعا بأن الجزائر تمتلك الآن الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمواجهة. انت شو قلت لك بحال بي ام، اقسم بالله لا بحال بي ام. راه ستين فاتور دو ليكس راه تخرج هادي، راه بنادم يبقى يشوفك، وهادي جزائرية 100%. احسن من البي ام فعلا. أي دولة في احتياطاتها من طبعا يعني الماركات عالمية، مرسيدس، بي ام، تويوتا، هونداي وغيره. طبعا مرسيدس يعني الحوت الأكبر الألماني،
بجد والله تنافس، بس اتمنى بجد اتمنى تكون فعلا صناعه جزائريه خالصه، اتمنى والله من كل قلبي. الأجنبية بل في قدرتها على الإنتاج والابتكار. بعيدا عن التحدي الصناعي، يتمتع مشروع سوناكوم ببعد رمزي بالغ الأهمية، فهو يعبر عن الإرادة السياسية لإنهاء الاعتماد المزمن على الواردات وترسيخ. وثاني حاجه هاد السياره كهربائيه ماشي بالغاز ولا الخوت، كهرباء، يعني داكشي ديال الفيوتشر ديال المستقبل. وسوناكوم اخوتي كانت كتصنع الشاحنات، كاع داكشي الثقيل، ودابا تطورات ولات كتصنع دي فواتور دو لوكس وكهربائيه. الله يبارك. الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية. وفي بلد ارتبطت فيه السيارة منذ فترة طويلة بالإحباط، فإن رؤية سيارة وطنية على الطريق تمثل فخرا جماعيا ودليلا ملموسا على أن الجزائر قادرة على مواكبة الدول الصناعية الكبرى. ودير الخوت راه تقدر تنافس سميتها تسلا، تقدر تنافس تسلا هذه الامريكيه. لذات المصدر قد يكون مستقبل سوناكوم جزءا من التحول الطاقي، فبفضل احتياطاتها الكبيرة من الليثيوم الضروري لإنتاج البطاريات، تتمتع الجزائر بميزة نسبية في الانطلاق نحو التحول الكهربائي. سيمثل الاستثمار في الجيل الأول من السيارات الكهربائية الوطنية حتى مع معدل دمج أولي محدود نقلة نوعية شوف علم الجزائر استراتيجية. بيرفق ازاي. الله يبارك. تشوف شنو كيصنعوا. سوناكوم هذه كتصنع ماشي غير ماركه واحده، صنعت سيارات بالاشكال. واو شو الداخل ديالها هذه كي دايره. هذه عجبتني بزاف، هذه اللي عجبتني فيهم اكثر. هذه واعره، الستيل ديالها الديزاين واعر هذا. الله يبارك. راه خرجت للسوق هذه، راه بنادم ما يضر راسو. انا بحسب بس مش تقدر تنافس لي مارك الالمانيه، راه تتنافس بها مرسيدس فاسيلمون الخوت. سيرتو لا كان البياس ديالها داكشي موفر وكلشي موفر، راه سي اون فواتور، راه افريقيا راه تشريها بماس. قويا للتكيف مع التغيرات العالمية. من يدري، قد تعرض غدا سيارة سوناكوم في معارض السيارات الدولية إلى جانب كبرى الشركات العالمية. إنها أكثر من مجرد منتج ميكانيكي، بل ستجسد حلما طار انتظاره ومصدر فخر جزائري وطموحا استراتيجيا. جعل الجزائر قوة صناعية إقليمية قادرة على تحويل أصولها إلى محرك للتنمية والسيادة. برافو برافو. واو شوف السيارة كيفاش دايرة 100% جزائرية من صنع سوناكوم. بصراحة أنا ما كنتش كنشوف بزاف هاد الشركة شنو كتعمل، كنت سامع باللي كتصاوب يعني الرموكات داكشي الثقيل، ولكن ما كنتش عارف باللي قادرة تصنع يعني طوموبيلات بهذا الستيل، وسيرتو ما لهاش الخبرة في هذا الدومين. ولكن راه بادية قوية الخوت، راه بادية الله يبارك، راه بادية قوية. راه باش أول السيارات تصنع لك هذا العجب، من أول الصنع ديالها تصنع لك هذا الشيء، راه الله يبارك. راه من 10 سنين شنو غتصنع لك؟ تصنع لك بيغاشي ولا تولي تنافس لك اللامبورغيني. الله يبارك. المهم برافو في الصراحة، برافو الناس اللي الجالية الجزائريين اللي طلعوا وخدموا وقراو واجتهدوا. ها النتيجة ديالهم شنو هبطوا داروا في بلاداتهم. صراحة شابو لدوك الناس، يعني خدموا بلادهم، ما بغاوش يخدموا بلادات الناس. وشابو خاص بنادم كاع اللي طلع عند بلادات الناس يقرا يهبط يساعد البلد ديالو، يعني هو الاول. يعني كنشوفوا دابا مهندسين بزاف اوروبا كتلقاهم اصلهم عرب، ولكن لي غران مارك يعني الاوروبيه كيتخاطفوا عليهم وكيديروا لهم الجنسيه، وملي كيخرجوا شي منتوج اللي بحال ما هذا كيتحسب على بجد والله يعني صناعة جامدة. شوف العربية عاملة ازاي، حاجة جميلة. حتى الكراسي عاملة ازاي، اساس شغل عالمي. فرنسا او سباليون او يعني واخا هو داك المهندس جزائري او مغربي ولكن كيديروا ليه غير جنسيه باش يتحسب بان سي ان برودوي فرونسي ولا سي
يعني بمهندس فرنسي الاصل جزائري مثلا، ولكن كيشفروا لينا خوتي لي ستار ديالنا. هذا اللي صنع، هذا المهندس اللي صنع الطوموبيله راه نعطيه انا اللقب ديال ميسي ولا رونالدو. راه خوتي راه الصراحه راه سي ان سيرفو. صحيح. بس هو راه هو ماشي. كده التنبؤ انتهى. زي ما شفنا فخر، فعلا فعلا والله فخر الصناعة الوطنية الجزائرية. أول سيارة جزائرية كهربائية 2026. أتمنى بجد من كل قلبي إن هذه السيارة تكون إنتاج جزائري خالص، عشان لو مش كده أنا هزعل. ما هو مصر لا مؤاخذة فيها صناعات قوية جدا، بس بتكون مثلا بالتعاون مع ألمانيا، مع إيطاليا، مع كذا، على أرض مصرية. فأتمنى من كل قلبي هذه السيارة تكون جزائرية 100%، عشان إن شاء الله نقدر ننافس إيلون ماسك صاحب عربيات تسلا إن شاء الله. ربنا يحمي ربنا يحمي الجزائر وصناعة الجزائر وكل شعب الجزائر الشقيق. ترنداوي محمد صلى عليه، ادعوا باللايك والشير، قول لي في التعليقات هذه الصناعة جزائرية خالصة ولا بمساعدة أيادي خارجية. لايك الفيديو وشير. سلام عليكم.